إذ ينتظر نهضة بركان إياب صعب غدا الأحد بملعب أماهورو في العاصمة الرواندية كيغالي أمام مضيفي الهلال بعد تعادله ذهابا بهدف لمثله مع الفريق السوداني. قراءة في إرهاصات المواجهة ورهاناتها في تقرير مروى الجرموني. قدر نهضة بركان أن يقطع آلاف الأميال شرقا تجاه كيغالي الرواندية لمواجهة الهلال السوداني عصر الأحد على ملعب أماهورو في مباراة لا تقبل الكثير من الرهانات عدا تحقيق نتيجة الفوز أو حتى التعادل بأكثر من هدف للعبور إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. المسابقة التي يسبر أغوارها الفريق البرتقالي لأول مرة في مساره بعد أن صال وجال على صعيد كأس الكونفدرالية متوجا بلقبها في 3 مناسبات قد تحسم بركلات الترجيح، وهو ما دعا الجهاز الفني لنهضة بركان إلى أخذ الأمر بعين الاعتبار، خاصة مع حضور حارس مرمى مجرب له باع طويل قاريا بألوان الرجاء الرياضي وهو أناس زنيتي. الأخير سيغطي غياب زميله منير المحمدي والمهدي مفتاح للإصابة. من جهته سيستحضر التونسي معين الشعباني كل خبرته للحد من خطورة الهلال، خاصة بعدما قدم أوراق اعتماده ذهابا كقوة هجومية ولحمة تكتيكية تستوجب الكثير من الحذر واختزال المسافات بين الخطوط الثلاث. هذا وكان نهضة بركان فرط في نعمة الاستقبال ذهابا حينما انساق إلى تعادل إيجابي بهدف لمثله كان أقرب إلى الهزيمة منه إلى أي شيء آخر بفعل قوة المنافس والغيابات التي ضربت صفوف ممثلي كرة القدم الوطنية. الأخير قد يستدرك خارج قواعده إن أحسن تدبير مباراة تبدو صعبة على الورق، لكن مقدماتها لا تنال من قيمة نهضة بركان الطامح إلى الالتحاق بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي، ولم لا يواجه مواطنه الجيش الملكي المترشح على حساب بيراميدز. فصل القول أن نهضة بركان في مواجهاته المباشرة مع الهلال والبالغة 3 تفوق في 2 وتعادل في 1 مسجلا 4 أهداف ومستقبلا 1 فقط، لذلك سيسعى في موعده الرابع مع أهل درمان إلى تأكيد أرجحيته بتأهل هو الأهم بغض الطرف عن النتيجة والأداء.